السلام عليكم. بسم الله، على بركة الله. حنا عايشين في واحد المجتمع اللي كيتبع العاطفة. الناس كتبع العاطفة بزاف. دائما الا بغيتي حاجة ديالك من عند شي والد ديالك ولا امر ديالك ولا شي حاجة ولا شي واحد، غتمشي عندو النقطة اللي يكون فيها فرحان، اللي يكون فيها سعيد. ملي كتقولها له تيقولك واخا. دائما اختاروا الوقت المناسب باش طلبوا داكشي، طلبوا الحاجه ديالكم، ولا تبقى ولا دفعوه يهضر، خليه يتكلم، فهمتي؟ باش خليه يدوي. انت جبرو بانه يهضر وخليه يهضر، انت تبقى ساكت. من تحس بيه صافي ارتاح وارتاح معاك، صافي ديك الساعه طلبوا الطلب ديالك. ولا قال لا ولا شي حاجه، ماشي صافي قال لا، صافي ماشي مشكل، صافي 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 قال لا، صافي ما كاين لاش نعاود نسولو نطلب. ديما شد في القرار ديالك حتى الاخر، شد في القرار ديالك حتى الاخر باش تكون مرتاح. بعد الخطرات النفسيه كتغلب عليك، تبقى تفكر في الامر بزاف، هذيك كتمرض تقول صافي من ناقص. هاد حداتو انرجي، هادي حداتها انرجي. باش تكون في صحه نفسيه وفي باش تكون مزيان و ومطبق قانون التخلي، تخلي هاد الامور ديالك، كتهز كترفع فيك، تولي فرحان. داكشي كنتي كينجذب لك باش بحال هاد الفكره هادي اللي قلت لك، الطلب بغا يطلب، كتخلي الامور تمشي كيف ما هي، وكتعاود تضرب الدوره، وغادي تطلب هذاك اللي كنتي تطلب. ماشي تطلب نفس الطلب اللي طلبتيه، هو طالب نيت، ولكن غير فيه موديفي فيه كلمات وشي حاجه. نقولوا ليه شي ملي كتقولي له الخطره الاولى راه ما كيهتمش، صافي ما كيبغيش. يقدر في الضربه الاولى، انت وصارك يقدر بغي في الضربه الاولى، الا قنعتي في الاول. هادي السيره كتصدق، حقاش كنشوفوها في الاعلانات ديال الاخر. في الاعلانات ملي كطلع لك في الفيسبوك ولا في اليوتيوب، تيباسيو لينا الاشهارات، المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، واخا ما كنتش باغي نشري كنشريو. بحال هكا باغي نتا يطلب، اطلب المره الاولى ما يبغيش، المره الثانيه تعاود تطلبو وموديفي فيه كلمات، وما مثلا ما يبغيش المره الثالثه غير قولها له، فهمتي؟ واخا ما يبغيش، ولكن المره الرابعه فهمتي اي راجع هو داكشي اللي سميتو اللي قلتي ليه. حقاش وانا ماشي مكلخ، هو ما قلتي لي مره الاولى بقاتي تيبلاني، لا واش ندير معاه زوين ولا ما نديرش معاه زوين. ملي كطلب المره الثانيه يقدر هو ما مساعدش، فهمتي؟ ما مساعدش داك القرار باش ينفذوا لك، وراه كاس كيبلاني، وانت ملي كتقولها له المره الثانيه ولا الثالثه راه كاس كيبلاني في شويه واش نقدر ولا ما نقدرش. ولكن خاص ملي يقولها له كيعاود يتفكر، كيراجع الضمير ديالو، فهمتي؟ تبدا يديرو، وخصوصا لما خادم على راسو مزيان، مثلا في الذكاء العاطفي ولا شي حاجه، يقدر غير العاطفه ديالو تغلب عليه ويقضي على الغرض ديالك. اي طلب
خدمة، شي غلط، شي موقف طرا عليك، أي حاجة، وكان غتمشي بعيد في حياتك. انت خاصك تخدم على الذكاء العاطفي ديالك كيفاش تقنعو، وحتى في في المجتمع مكنعيش مثلا في المجتمع ديالنا. أي واحد طلبك ديما كتقول ليه واخا. مؤخرا شحال هادي طرا لي واحد الديكور قلت صافي أنا من دابا غادي نزعم، ولا ما عجبتنيش شي حاجة غنقولها نيشان البلاد نيشان فاس. شحال هادي مشيت عند واحد مول الزراعة قلت ليه اخويا عطيني واحد 2 دراهم كاكاو و2 دراهم حمص. بات لي ديك البالة انا صافي مقرر من الاول غادي نقول ليه خويا واخا تحسب البالة صافي انا عرفتي من الضربة الاولى صافي تخلعت وخفت هادي. انا عارف انا هذاك ديما كنمشي عند داك المزرع وعارف غادي شنو غايقول ليا وانا عارف شنو غايقول ليا بحال الطريقه اللي ما تعجبنيش. قلت له اخويا واخا ديري بالبارا قال لي من يدي ما نقياش فهمتي. صافي انا تشوكيت فهمتي تشوكيت هي من حقه يدير بالبارا من حقه، ولكن عقلية ديال المجتمع كيفاش كبر، وخصوصا في ديك الطبقة ديال الطبقة الشعبية الطبقة الفقيرة. انا ماشي ضد الطبقة الفقيرة، غير هادشي تكون اصلا فيه حقاش انا كبرت معاهم وشفت. انا صراحة ماشي من الطبقة الفقيرة ولكن من الطبقة المتوسطة، يعني ما انا لهادو ما انا الطبقة الغنية، يعني جيت الوسط فهمتي. داير مع هادو ومنطل مع هادو، ولكن كنقول داكشي اللي كيبان ليا باش نقول لكم بان راه صافي ما تبرمجوا على القضية. راه ينفع تقول لهم غير يطلبك على شي حاجة ولا يقولك شي حاجة لما قلت ليه لا، راه تما ماشي ما مزيان بيعتقدوا هو. دابا انت كتشوف هاد الطريقة اللي راه مزيانة، ولكن الناس راه ما كيشوفوهاش طبقة الآخر. أي حاجة كيخشيوها في الدين، لا حكا راه انت ماشي ديني ماشي مسلم، الدين امرنا بهذا. شكون قال الدين امرنا بشي حاجة اللي ما بقات انا نستطيع نديرها؟ اوكي هذا غير بار اكزومبل واحد الطرفيه واحد الطريفه طرات لي مع سميتو. هي بزاف ديال هادشي كيطرا. هي ماشي اللي جاب غير اللي جعل فمك تقولها، ولكن خاصك هادي التقنية خاصك تخدم ولا بغيتي نتايا يتوافقوا لك على القرارات ديالك انت باش تقدر تمشي تقدر شي طلبات محتاجهم انت من حياتك، ماشي على قدر الغرض، ولكن عندها حتى هي التقنيات ديالها عندها مواقف. خاصك في الموقف اللي يكون مناسب. المهم نعاود نقولوا قلنا الموقف هي خاصك تطلبوا المره الاولى، طلبوا المره الثانيه، وطلبوا المره الثالثه. علاش؟ باش وكل كلمات ماشي ويكونوا الكلمات مضيفة، ماشي نفس الطالب اللي طلبتيه يبدل الطلب ويقضي لك الغرض هذا. عندك الثانية هي تجي في الوقيته اللي تكون فيها فرحان فهمتي، طلبوا داك الطلب يقضيه لك. وخاصك تطلبو نتايا بالاداب بالصواب، ماشي بزز بزز من نقطة عليك هذاك غلط. غير نتايا غدير وغتنسى تيطلب لك داك تيقبل لك داك الطلب ديالك. والثالثة هي بأن الناس تبرمجوا على القضية، خاصك دير ديك الصحة داك الطلب خاصك دير أصلا ولكن إلا جلستي مع الناس اللي واصلين الناس الأغنياء غتقول لهم لا غادي يتقبلوا حقاش مربين على داك السلوك ديال بأن حرية الآخر، حرية ديالك كتنتهي عند الحرية الآخر. المهم هذا هو الفيديو. معكم فيديوهات إن شاء الله جايين، يلا تهلاو. معكم زكريا المعلومة. ديروا سبسكرايب
وجيم بارطاجي اللي تعمل فائدة. السلام عليكم.